بل بالعكس كانت ناس يجيبوا لك زيوت وشامبوهات ومش عارف ايه. احنا في مصر بناخد الطفل من عند الام في الحوض. موضوع الفيرنكس كل شويه كده بتطلع موضه. في الفتره الاخيره بدات اسمع ناس يكلموني كتير يقول لي لو سمحتوا ابقوا سيبوا الفيرنكس على البيبي. الفيرنكس ده بس عشان الناس تبقى فاهمه معانا، دي الطبقه اللي بيبقى البيبي مولود بيها اللي بتبقى مغطيه جسمه كله، والمفروض ان الطبقه دي هنسمع من الدكتور سامح يعني هي فايدتها ايه بالظبط بالنسبه للجنين. بس احنا ما كناش بنسمع الكلام ده قبل كده، بل بالعكس كانت ناس يجيبوا لك زيوت وشامبوهات ومش عارف ايه ويدخلوها للتمريض قبل ما نبدا القيصريه او الولاده، يقول لهم استخدموا ديت وحموا البيبي وحطوا له مش عارف ايه والكلام. دلوقتي في موضه طالعه كده يقول لك لا سيبوا الفيرنكس بتاع البيبي ما تجوش ناحيته ولبسوه هو زي ما هو كده، ما تعملوش الكلام دوت. ايه رايك في الموضوع دوت؟ هو مش رأيي، هو العلم بيقول ايه. هو الحقيقه طبعا هو الفيرنكس هو بيحتوي على بعض الميكروبات والكائنات الدقيقه اللي بتلتصق بالجلد بتاع الطفل، بتحافظ على درجه حراره الطفل، بتحمي الطفل من حاجات كتير. فالحقيقه هو انت ما تجريش عشان تنظف وتعمل، انتظر. فانا من الناس اللي هو بناخد وقتنا، احنا بنحمم الاطفال عندنا وبنغسلهم، بس احنا في البدايه اللي هي اول فتره ما بيخرجش الطفل، لان الفتره انا دي قد ايه مثلا؟ لان انا شفت ساعات حقيقه يعني، لان انا شفت هنا احنا كنا في مصر بناخد الطفل من عند الام في الحوض، مفيش الكلام ده خالص، تنشيف فقط بس كده، وبنبدا نلف الطفل كده وبنديه لامه الفتره الاولانيه، وبعد كده بعدها بساعات بنبدا ننظف الطفل او نحميه زي ما بنقول يعني.